النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده بقى ايه عندي ماما بعمل الفتة. طبعا دي التومة حط عليها شوية زبدة انتوا شايفين اهي. ماما واخويا ها مع بعض. اخويا هو اللي ستون طلع في الفيديو، هو طبعا اللي بيعمل الحاجة برضه معايا، ان هو شيف كبير يعني ناجي. اخويا شيف كبير جدا. دي بقى طبعا احنا لازم نحمر التومة. وهنا الصلصة انا عاملاها اهي برضو بنفس التومه دي، مطشاها بالقوطه، وكبشتين شوربه مع التوابل طبعا. دي اللي حابب يعني بحطها جنب الفته كده للي حابب، لكن دي اهم حاجه تحمر كده عشان تشتغل ايه بالخل. دي تتحط ايه في وش الفته، ونسقي بيها طبعا العيش. اهم حاجه طبعا العيش تكون مقطعينه ومحمرينه ايه في الزبده. طبعا ده العيش حمرناه بألف بحته زبده برضو، صينيتين اهم، عشان طبعا العيله ما شاء الله كبيره عاملين صينيتين، فحمرناه بشويه زبده كده ايه عشان يبقى ريحته وشكله جميل. دي يعني الفته لازم يبقى كده. واللحمه اهي مسلوقه. طبعا احنا سالقين اللحمه اهي في حله كبيره عشان ايه طبعا ايه نسلق الفته. دي بقى الفته يا جماعه المصريه اللي على اصولها، اللي بتاعت ايه ستي ومامتي وكل ايه والناس الكبيره ايام الزمن الجميل. طبعا التومه لسه ايه لازم ايه تبقى ايه لونها بامبا كده، وبعد كده نطشها ايه بالخل. طبعا الفته كل بيت مصر بياكلها في العيد الكبير. احنا دلوقتي تالت يوم العيد، بس احنا طبعا ايه حابين ناكلها ايه برضو ايه في عند ماما ايه مع اخواتي. ايه بصوا بامبا بس كده. بعد كده بقى انتوا الشاي ايه بالخل. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شكلها عامل ازاي، لونها عامل ازاي. طبعا فيها بقى كل التوابل الحبهان ووسط الطيب والحاجات الجميله اللي ايه اللي احنا طبعا الشوربه اهي بتغلي. ارفع الشوربه واحط بقى ايه كبش الشوربه كده على الايه، عشان ده كله هيسقي بيه ايه هيسقي بيه العيش. التومه الجميله دي هنسقي بيها العيش عشان يبقى طعم العيش. هنحط طبعا شويه على الوش، بس اهم حاجه نسقي العيش بالايه بالحاجات الجميله الايه البهاريز دي، عشان يبقى طعم العيش واخد من التومه واخد من كل حاجه. عايزين بس ندوق الحياء بتاعها برضو. لا مية مية. نحط برضو شوية سلطة صغيرين كده، بس السلطة دي كده على الوش كده. نحط بقى ايه على العيش بقى زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه التومة دي بتبقى تفرق جدا، تخلي طعم العيش خطير خطير جدا. نحط بقى ايه نكمل بقى ايه من الايه، نغطي بس العيش عشان ايه ونقلبه بقى بالتومه بمعلقه الصلصه اللي احنا عملناها بتاعت الفته. ده كله طبعا بيفرق في طعم الايه الفته، العيش بتاع الفته. يعني نحط برده على الوش، ولازم برده نحط جوه العيش جوه الفته نفسها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله الله اكبر. نغطي بس العيش بالشوربه كده عشان ايه ما يبقاش ناشف. اللهم صل على النبي. الله اكبر كده كويس قوي. نجيب بقى الحله الثانيه الصينيه الثانيه ونغطيها بقى ايه بغطا حله كده.
قبل ما نحط ايه، نحط الرز. الصينيه التانيه اهي نفس الحكايه برضو. هنجيب شويه صلصه كده يا جماعه بتاع العيش كده. نجيب برضو شويه ايه من البهاريز بقى ايه، والتومه الجميله بتاعتنا دي، عشان يبقى ايه كل العيش متشبع بالتومه مش بس اللي على الوش. نبتدي بقى ايه نكمل بقى بالشوربه بتاعتنا اللي احنا ايه سالقين فيها اللحمه اللي هي البهاريز دي. طبعا احنا حاطين بقى بصل وقوطه وحاطين توابل وحاطين كل حاجه زي ما انتم شايفين كده، عشان ريحه الشوربه تبقى جميله وريحه الفته تبقى حلوه وطعمها كمان. لازم نغطي ايه العيش بالشوربه عشان يبوش. بعد كده بقى ايه يبقى نحط الرز، بس لما نحس ان هو ايه خلاص باش كده ايه. طبعا احنا محمرينه بالزبده زي ما انتم شايفين كده. الزبده اهم حاجه، الزبده في الفته عشان تخلي طعمها جميل. بسم الله. طبعا العيش اهو زي ما انتم شايفين باش. نحط بقى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايكات بقى يا جماعه عشان الفته الحلوه دي. حبايبي بتوع القنوات الجميله، حبايب روحي، الناس المحترمه اللي بتقول احلى كلام، ربنا يخليكم ليا يا رب ويخلينا لبعض دايما كده عون لبعض. بشكر الناس الحلوه الجميله اللي اشتركت عندي في القناه، وبشكر الناس القديمه حبايبي، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين. يعود يا رب علينا الايام بخير يا رب، والسنه الجايه تبقى احلى من السنه دي يا رب باذن الله. الصينيه الثانيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. كل سنه وانتم طيبين يا رب كده، وكل سنه كده واحنا كلنا مع بعضينا في هنا، ما نقص مننا حد يا رب ابدا. اهم حاجه يا جماعه تغطوا كل الصينيه بالرز. طبعا الصواني حسب الرغبه يعني. لا كده يا جماعه ستفنا كل حاجه. نجيب بقى ايه طشه الثوم. اهم حاجه طشه الثوم دي تخلي طعم جميل جدا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. كانك بتعملي تورته يعني كده ايه في عيد ميلادك. طب طشه الثوم بقى ايه بصوا على الوش كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. كده يا جماعه طشه اهي طشه اهي طشه ايه طشه اهي طشه اهي. دي اللحمه اللي احنا مقطعينها يا جماعه. هنجيب هنحط بقى اللحمه اللي احنا مقطعينها كده يا جماعه على الوش. ما شاء الله دي برضو بتعمل شكل جميل للفته، بتعمل شكل جميل للفته. طبعا احنا الصلصه الحمراء اللي احنا بقى عاملينها ايه بنحطها جنبينا عشان اللي عاوز يحط ايه قدامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلطه تفك بيها الكرب وتحلي بيها العقد. صينيتين يا جماعه نحط كل الصينيتين نحط فيهم اللحمه.
انتوا شايفين اللحمه جميله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا احنا عارفين بقى ايه العيد الكبير ما بيحلاش غير باللحمه بقى وايه الحاجات الجميله دي. صلصه كده ايه في قلب عشان احنا طبعا ايه اللي عاوز صلصه هيحطه قدامه، فمش هنكتر الصلصه يعني، شويه ايه صغيرين كده كده يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تفك بيها الكرب وتحل بيها العقد. احلى فته لاحلى ناس، كل سنه وانتم طيبين. السنه الجايه يا رب نكون كلنا قنواتنا اكبر واحسن. وبشكر كل حبايبي اللي بيقولوا الكلام الجميل واللي بيدوني اللايك بتاعي، وربنا يا رب كده يخليهم ويكتر لهم لايكاتهم ويكتر لهم اشتراكاتهم ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.